كنت قاعدة في أوضتي بالليل بقلب في الموبايل زي أي يوم. لا كنت بدور على حاجة ولا كنت منتظرة مفاجآت، لحد ما لقيت فيديو كده لواحد فنان مشهور شوية بيقول جملة غريبة وضحكة مستفزة وكلمة ملخبطة، لكن وقعها عليا كانت زي النار. حتى لو قالها إن هي هزار أو مش مقصودة، لكن الكلمة كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي اسمه بيتقال بأدب، ويتقال بخشوع، يتقال بقلب بيتنفض حبا وتعظيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسيت كأن حد شد السجادة من تحت رجلي. وقفت قدام الموبايل وقلبي بيدق، مش غضب، ده غيرة. أيوة، غيرة على اللي علم الدنيا كلها الأدب. قلت لنفسي، هو ازاي قلبه جاله إنه هو يعمل كده أو يقول كده؟ ده حتى لما اتشتم ضحك، ولما اتضرب دعا، ولما اتطرد قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ازاي حد يجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيء ليه؟ ازاي حد يجي النهاردة ويهزر ويهين، حتى لو نص كلمة، حتى لو مجرد سوء تعبير؟ رجعت افتكر مين هو النبي اللي بيهزروا باسمه. فاكرة يوم لما زوجة جارنا كانت بتعيط لأنها كسرت طبق والراجل كان هيزعق؟ افتكرت حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما واحدة كسرت طبق أم المؤمنين عائشة، والنبي ضحك وقال غارت أمكم، وجاب طبق تاني بدل اللي اتكسر ببساطة وبصدر رحب. علم الناس كلها إن البيت مش هيتخرب من طبق ولا من غلطة. فاكرة لما بنت عمتي اتخانقت مع جوزها بسبب كلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خيركم خيركم لأهله، وإن الرجولة مش بالقوة، إن الرجولة بحسن الخلق ولسان نظيف وقلب أنضف منه. فاكرة يوم ما جارنا الفقير كان مستحي يطلب مساعدة، والنبي شال بنفسه حمل على ظهره عشان يساعد الناس، وكان يقول المسلم أخو المسلم. ده اللي احنا بندافع عنه، ده اللي احنا بنستهين باسمه، ده اللي خلانا حتى عدونا كانوا يخجلوا من أخلاقه. رجعت أفتكر موقف حصل للنبي صلى الله عليه وسلم للناس لازم تعرفه. في يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم راح للطائف يدعوهم لربنا، عملوا ايه؟ حدفوه بالطوب، جرحوا جسمه، خلوا الدم ينزل من رجله. جبريل نزل وقال له لو عايز نطبق عليهم جبلين دلوقتي يحصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف اللطف، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. ياه، هو ده اللي بيتشتم النهاردة؟ ده اللي الناس بتتريق على اسمه؟ ده اللي الناس بتغلط فيه من غير ما قصد؟ ده اللي قلبه كان كله رحمة واحنا نقبل ان حد يقلل منه؟ فين الإسلام؟ حتى لو في كلمة صغيرة. اللحظة اللي قررت فيها اتكلم قفلت الفيديو وقلت لنفسي سكوتي غلط. انا مش لازم ازعق، مش لازم اهاجم، بس لازم اوضح، لازم اقول للناس مين هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنتكلم عنه. كتبت بوست طويل جدا، مش هجوم على الفنان ولا شتيمة ولا حقد. كتبت لما تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تأدب. ده اللي أدب الدنيا كلها، ده اللي لما رجم دعالهم، ده لما اتشتم سكت، ده لما رحم الضعيف وحن على اليتيم ومسح على راس طفل بيعيط عشان أبوه مات. هو ده صلى الله عليه وسلم. ده لما كان بيسمع طفل بيبكي في الصلاة يخفف القراءة عشان قلبه رقيق عليهم. كتبت مش دفاعا عن الدين، ده دفاعا عن الإنسان اللي علمنا ازاي نبقى بني آدمين. والبوست ده عمل صدى، ناس وقفت معايا وناس هاجمتني وقالت تهدي، هو ما هزرش، انتي مكبرة الموضوع، دي كلمة عادية. لكن كلمة عادي دي هي اللي بتكسر كل حاجة، هي اللي بتخلي الإهانة تتحول لهزار، والغلط بيبقى رأي، والقدسية بتضيع. لكن وسط كل ده حصلت مفاجأة. شاب كلمني في الخاص وقال لي أنا عمري ما كنت فاهم النبي كويس، ولا عمري كنت بهتم أقرأ، بس اللي كتبتيه ده خلاني أدور، وأول مرة في حياتي أحس إن فعلا إلا رسول الله. الكلمة دي كانت عندي كفاية تديني أمل إن كلمة حق صغيرة ممكن تصحي قلوب كبيرة.
وفي آخر رسالة ليا يا أحبابي أحب أقول لكم إن الإساءة حتى لو مش مقصودة وإساءة بالهزار أو على حساب، عمرها ما تبقى على حساب سيد الخلق، لأن هنا بقى ده مش هزار ولا زلة لسان ولا غلطة، والدفاع عمره ما كان تطرف، ده حب، حب الإنسان كان كله رحمة، وقال عنه ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وده اللي علمنا الأدب، فلما نذكره نتأدب. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.